السلام عليكم، اهلا بيكم في اكلة ماما. هنعمل مع بعض النهاردة شوية قرص طرية، والقرص اللي محشية عجوة اللي احنا شايفينها اللي واخدة شكل الكرواسون. هنعملها بطريقة حلوة جدا وسهلة كمان جدا زي ما اتعودنا. دايما بنعمل بأسهل طريقة وبأبسط المكونات. هنقول بسم الله ونبتدي بمقاديرنا. معايا كوباية الا ربع من السمنة بدرجة حرارة الغرفة، وربع كوباية من الزيت، يعني السمنة والزيت هيدونا مقدار كوباية زي ما احنا شايفين كده. السمنة بدرجة حرارة الغرفة، قلبناها كويس جدا، هي دايبة مش بنسيحها على النار، لا بدرجة حرارة الغرفة. خلطنا السمنة مع الزيت وامتزجوا كويس. ابتديت انزل الدقيق بتاعي شوية بشوية. طبعا ده كيلو من الدقيق المنخول، وضيف عليه معلقة بيكنج باودر، وضيفة كمان عليه كيس من الخميرة، وهضيف دلوقتي عليه معلقة من السمسم. هنبتدي بقى نقلبه كده مع السمنة شوية بشوية، وهضيف باقي المكونات بتاعتي. طبعا دي فانيليا. الفانيليا اختياري، لكنها طبعا بتدي ريحة ونكهة حلوة جدا للمعجنات. ضفت بقى معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة، وممكن تستخدمي فانيليا باودر او سكر الفانيليا، برضو مفيش اي مشكلة خالص. دي معلقة كبيرة من السمسم، نزلتها كده على الدقيق، هتدي طعم حلو في المعجنات. وطبعا احنا هنعمل على الوش سمسم برضو، بس معلقة السمسم جوه السمنة هتديكي طعم حلو جدا وريحة كمان حلوة مع الفانيليا. هنزل بقى بثلاث معالق كبار من السكر على الخليط بتاعي، وانا ضايفة ملح، طبعا ربع معلقة ملح على الدقيق كمان. هعجن بقى المكونات بتاعتي دي بلبن. تقدري تعجني بمية، مفيش مشكلة خالص. لو هتعجني بمية يفضل ان انت تضيفي معلقة كبيرة من لبن البودر علشان يديكي نكهة حلوة. لو هتستخدمي بقى حليب زي ما انا مستخدمة، خلاص بيبقى مفيش داعي اللبن البودر. هنزل بقى شوية بشوية باللبن الدافي، وهقلب لما تكون معايا عجينة. هعجن كده بالراحة، انزل شوية لبن وكل ما تحتاج هدلها، وانزل بباقي كمية الدقيق بتاعتي واللبن، واقلب واعجن مع بعضه. يديني في الاخر عجينة متماسكة وعجينة ناعمة، اهم حاجة تكون ناعمة ومتماسكة عشان تديكي افضل نتيجة. زي ما احنا شايفين العجينة ناعمة معانا ازاي وطرية ومتماسكة. وسر اللون ده بقى يا جماعة، انا ضفت بودرة زعفران، هي اللي ادتني اللون الاصفر ده. شايفين بقى لون الزعفران في العجين عامل ازاي؟ بيديكي لون حلو ونتيجة حلوة جدا. ده بعد ما العجينة اختمرت بقى، وقطعتها كده لقطع صغيرة، وعملتها كور صغيرة متساوية على قد ما اقدر. هنعمل بيها بقى زي ما احنا شايفين شكل الكرواسون، هنعمل بيها شكل القرص الطرية. هتشكليها زي ما انت عاوزة، اي شكل يعجبك هتشكليها بيه. العجينة معاكي مرنة جدا وناعمة، هتتشكل بأي اتجاه. الحشو بتاعي انا حشيت بعجوة، ممكن تحشي شوكولاتة، ممكن تحشي جبنة، اي نوع جبنة انتي تفضليه. الحشو براحتك خالص، عاوزاها سادة برضو مفيش مشكلة خالص، لكن الحشو بيديها طعم احلى. طبعا الشروح اللي انا بعملها القرص دي، انا مش بعمل للاخر، يعني مش بخلي قطعة البيتزا تقطع لي للاخر، ده بس على الوش كده. زي ما احنا شايفين بقى شكل معجنات اللي شبه الكرواسون، انا حطيتها رصتها كلها مع بعضها. والقرص هرصها في صينية تانية مدهونة بزبدة او زيت، او ممكن ترصي في الصواني ورق زبدة زي ما تحب. الوش بقى هنعمله صفار بيضة مع معلقة من اللبن وفانيليا، وهنبتدي ان احنا نغطي الوش بالخليط ده عشان تحمر معانا وتاخد لون لطيف معانا. ده صفار بيضة ومعلقة من اللبن الحليب وفانيليا.
وابتدي بقى اوزعها على العجين كله بفرشة زي ما احنا شايفين، علشان تدينا لون حلو جدا في الفرن. كده بقى بعد ما رشيت كمان السمسم وحبة البركة ودخلتها الفرن، ولو عايزاها سادة برضو مفيش مشكلة خالص. انا عملت ده وده، وده شكلها النهائي بعد ما خرجت من الفرن واخدت اللون الوردي اللي احنا شايفينه ده. اول ما تخرج من الفرن بديلها كده بخة مية، رشة مية كده. معجنات يفضل ان احنا نديلها ببخاخة كده مية وهي لسه خارجة سخنة، بتديها طراوة بقى لاخر واحدة فيها، وهي بتكون طرية وطازة معاكي. وده الشكل النهائي. شايفين بقى البيض ده اللون هو والحليب عامل ازاي. لو عجبتكم وصفتنا ما تنسوناش بالاشتراك لايك والشير، وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد من اكلة ماما. اشوفكم فيديو جاي على خير. سلام.